هذا بيان البيانات والترتيب ما يستوي لأننا سنحفظ الأمانة وسنصون العهد. ما فحوى النداءات التي دارت بين عدنان خير الله وسيطرات الدفاع الجوي قبل دقائق من سقوط طائرة وزير الدفاع؟ ماذا كتب صدام حسين على توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط طائرة عدنان خير الله؟ لماذا هبط عدنان خير الله بطائرته قرب مفرزة للجيش الشعبي ثم أقلع ثانية؟ ماذا حدث بعد هبوط الطائرة وسقوطها مباشرة؟ ضيفنا لهذا اليوم رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط وتحطم طائرة وزير الدفاع العراقي الأسبق الفريق أول الركن عدنان خير الله. شاهدنا هو اللواء الطيار سيف الدين هماوندي الذي يروي قصة سقوط الطائرة وتحطمها من الألف إلى الياء. مرحبا بك سيادة اللواء. أهلا ومرحبا بك دكتور. حضرتك أنا سمعت أنك رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط طائرة عدنان وكنت صامت هاي الفترة لم تتحدث رغم مضي أكثر من 20 سنة على الحادث. فليش هذا الصمت أولا؟ أريد نسمع القصة كلها. الحقيقة هو مو صمت بقدر ما كانت بعض الظروف الصعبة اللي مرت بها عائلتي وتجنبت الوسائل الإعلام لفترة طويلة، ولكن شفت آن الأوان بالوقت الحاضر أن أتكلم عن هذا الموضوع بالذات، وخاصة بعد ما سمعت الكثير من الروايات والتقارير اللي كتبت بحق المرحوم الفريق أول عدنان خير الله وزير الدفاع الأسبق. يجوز بعضها جانب الصواب وبعضها قريب. بالضبط، فيها قسم جانب صواب اللي يروي القصة من جانبه، كيف سمعها وكيف تصرف على ضوءها، وقسم اللي خاصة ذكره من قبل اللواء الحقوقي محي الدين، لأن التقى بي وأخذ كثير من الكلام من عندي. هاي حقائق بس مو مفصلة. التفاصيل هي يمي. احنا جايين حتى نسمع التفاصيل. أنا أفضل أنه أدخل في التفاصيل أي حتى تكون قطعت جهينة قول كل خطيب. بالضبط، وما أريد أتكلم اللي جنابك ذكرته سابقا في حلقات سابقة. خلينا من الأوليات. نعم. فنتكلم من الحادث، يعني نعم. كيف صار الحادث وكيف تبلغنا وكيف جينا وكيف أجرينا نعم. التحقيق نعم. إلى آخره. فأبدأ كلامي من المصيف مال أنشتي اللي هي إحدى المصائف العراقية في شمال العراق، تقع في منطقة بين سولاف وبين سرسنك، وبالقرب من عندها أكو كهف أنشتي. وكهف هذا معروف سابقا كان يستخدم من قبل قوات البيشمركة وكان مستخدم كمستشفى، وأنا شخصيا زاير هذا الموقع وداخل في داخله، وحاليا يعتبروه كهف سياحي أيضا. حاليا كهف سياحي نعم، بها مطعم وغازينو والكثير من السواح اللي يجون من بغداد من بقية المحافظات يزورون هذا الكهف. أنشتي كان بقصر رئاسي حكومي؟ أنشتي كان بقصر رئاسي، وكان دائما يعني يجولد ويزوروا ويسكنون بها الرئيس وعائلته، وبنفس الشيء بالنسبة إلى وزير الدفاع. فهذا تعريف للمنطقة. المرحوم وزير الدفاع كان موجود هناك، طبعا هم من طاروا من بغداد ونزلوا في أنشتيك، هم كانوا 3 طائرات. هاي نقطة مهمة، أنه مو طائرة بمفردة إجا، كانت دائما من يطير الوزير ويا طائرتين مرافقة له، وكانت الأجواء رديئة، يعني من الصباح الباكر هي بدأت الرداءة. بالعودة لو بالروحة؟ بالروحة. من وصلوا بدأت تهب عواصف وتتردى الأجواء من المنطقة الغربية اللي نسميها الجزيرة باتجاه
شمال العراق، يعني تقدر تقول من تقريبا منطقة كركوك، منطقة الموصل، وجنوب كركوك أيضا، وصولا إلى قرب بغداد. هاي دائما معروف عن أجواء العراق بهالشهر بالذات، في آيار تكون مغبرة، ودائما حتى احنا من كنا نمارس الطيران قصدي، كنا نطير بالصباح الباكر لغاية الساعة 10، لأن بعد 10 تهب عواصف ترابية كبيرة، وصادفتنا وعندنا خبرة بهذا الموضوع. من عرفوا أنه الأجواء تتردى، وتم إخبار طاقم الطائرة. هسه هم 3 طائرات وصلوا الأنشتي. 3 طائرات موجودين حاليا في أنشتي. عصرا تقريبا بعد الساعة 3، بعد ما اتصلوا بنا أنه المنطقة معرضة إلى رداءة الأحوال الجوية وزوابع ترابية، فدائما يحذرون الطيارين اللي خارج المطار في سبيل حتى يسهل عملية عودته بسرعة قبل ما، وخبروهم أنه أكو احتمال راح يصدر تحذير جوي. فهم خبروا الخبر إلى الوزير، فهو أعطاهم أمر بالمغادرة طيارتين على أنه هو يلتحق بهم بعد ما يقارب الساعتين، لأن كان رجوعهم وعودتهم إلى مطار المثنى وليس إلى مطار فرناس أو أي مطار آخر. الطيارين اللي وياه كلهم أصحاب خبرة وكفاءة، وتجنبوا العاصفة الترابية. كانت عاصفة موجودة؟ لا، في بدايتها، بس يعني فالجو بلوك تراب. عادة احنا بهيك أجواء بالطيران، يعني كنظامات طيران رأسا يتسلق فوق الغيوم، فوق الغبار. الغبار بالعراق عادة راح يكون بين، يعني أقصى ارتفاع يوصل مو أكثر من 2000 متر، بين 1500 إلى 2000 متر. يعني إذا صعد فوق 2000 متر، يعني اللي هو 6000 قدم، فيكون في أمان ويشوف السماء صافية وما بيها أي غبار، ويكمل طيرانه إلى أن يوصل إلى المطار المقصود النزول به وينزل بسلام. اللي صار هم طاروا واستخدموا اسلوب النظامات الطيران الصحيحه. الطائرتين اقصد هسه صعدوا فوق الغبار، وصعدوا فوق الغبار ورجعوا الى بغداد الى مطار المثنى، ونزلوا بسلام في انتظار طائره الوزير شو وقت راح يطير وينزل في المثنى. الوزير شويه تاخر، وبعدين قرر انه يطير وطار. من طار كانت العاصفة على أشدها، سرعة الريح كانت بين 20 إلى 25 عقدة، والجو عبارة عن بلوك من الغبار. احنا في نظامات الطيران يعني عادة من يكون تحذير جوي يخبرون الطائرات اللي خارج المطار لغرض عدم الطيران، ولكن هو طار. لماذا طار؟ هذا ما حد يعرفه. وكان برفقته طبعا معلم طيران اللي هو الله يرحمه مقدم سمير عبد الرحمن. سمير محترف جيد ومعلم طيران، وانا اعرفه شخصيا، وكان وياي في مدرسة طيران الجيش يدرب الطلاب وتم اختياره. بس المتحكم بالطائرة عدنان كان. عدنان هو قائد الطائرة، قاعد في مقعد قائد الطائرة، سمير بصفة، وسمير قاعد في المقعد الثاني اللي هو الطيار الثاني، الكوبايلوت نسميه، الكابتن والكوبايلوت. فالقيادات بيده كانت. وطاروا، شاف الجو كلش مغبر، فقرر أنه ينزل في فرناس، قاعدة فرناس الجوية اللي هي الموصل. ايش قد تبعد كانت على نشتي؟ على نشتي قريبة، مو بعيدة كلش هواية، يعني مسافة 30 دقيقة 40 دقيقة
إذا حسب سرعة الطائرة وسرعة الطيران مالهم مو أكثر من 40-45 دقيقة هو يكون فوق فرناس يعني. بس بسبب الغبار هو استخدم يعني أولا ما تسلق فوق 2000 متر، هاي متأكد بقى بنص الغبار، متأكدين منه. بقى تحت هذا الارتفاع وبالغبار. وهنا هنا أسئلة ليش هو ما عنده خبرة؟ ليش سمير ما نبهه؟ كان يقول له سيدي تصعد فوق هذا للسلامة. سؤال صحيح، مو هذا يعني هاي حياة وموت، ما بيها مأمور وآمر. بالضبط. سيد الوزير طبعا يحمل جنح الطيران وخريج وحدة معلمي الطيران، بس مو طيار محترف، مو خريج كلية طيران. لا مو كلية طيران، في وحدة معلمي دورة الطيران يعني. دورة الطيران على الأجنحة الثابتة. وأنا حتى أعرف المعلم اللي طياره من خيرة المعلمين اللي طيروهم، اللي هو كان عميد جيهان، وكان عقيد لازم حمزة وياه بوحدة المعلمين، كانوا برتب رائد مقدمين كانوا بذيك الفترة، وهم الأشرفوا على طيرانه. وهذول من خيرة معلمي الطيران عندنا في العراق، من الضباط القدامى. ومن يمنحون الجنح يمنحوه بحقه، ما يمنحوه إذا هو مو يعني نقول بالستندر مال الجنح. فمنح الجنح ومارس الطيران بكثرة على الأجنحة الثابتة. بالمناسبة كان يطير هو طبعا طائرة البي سي 7 وبي سي 9، وكان عنده طائرة ترانسبورت تحمل 20 راكب توين اوتر كندية، وطبعا طائرة الهليكوبتر كان يمارس الطيران عليها أيضا. يعني عنده خبرة على الفيكس وينج وعنده خبرة على الروتري اللي هي الطائرات السمتية. ليش سؤالك أنه ما تدخل؟ اي سمير طيار مقدم محترف. سمير تدري يعني مقدم سمير مقدم ويا وزير طيار وكوفايلت على الطائرة. ولكن إذا تقول لي يعني أنا شخصيا هل هو عنده الخبرة الكافية للطيران في الأجواء الرديئة والزوابع الرعدية؟ مشكوك. ما أقول لك لا، بس أقول لك مشكوك. وأكيد سمير لقى في الخطأ بحكم رتبته الصغيرة ويا الوزير ما يقدر يتكلم معه بهذا الأسلوب اللي يقول لك أنا أخذ القيادة. لا، ما يقول له أخذ القيادة، يعني صعبة. يقول له ارتفع فوق الغبار. نعم، ما أعرف هذا ليش ما صار هذا الموضوع. يا سيدي أقترح عليك أنت يعني حتى نتجنب الخطر. الظاهر ما متدخل لا بالقيادة ولا بالنصيحة ولا بس هو مراقب لا أكثر ولا أقل، والقيادات كلها بيده. يعني يفترض يطلب السماح منه للمشاركة، ما يقول له عد القيادة، أقول له سيدي تسمح لي أشاركك بالقيادة، وبنفس الوقت يعطي بعض التوجيهات مع سلامة الطيران. هاي تصير عندنا احنا حتى من نطير احنا في طائرة مزدوجة واحنا معلمين 2 ونشارك بالقيادة، بس نشارك بعد ما نخبر اللي منو كان دا يقود الطيار الأول أو الثاني، وواحد يساعد الآخر، وصاير عندنا هاي. فسبب غير معروف أنه ليش ما تدخل. فبقت القيادات كلها بيد اتصل بقاعدة فرناس قال له صعب. اتصل بقاعدة فرناس قال له عندي تحذير جوي وعندي المطار مغلق ومدى الرؤية 0. بس يعرفون الوزير اتصل ولا ما يعرفوه؟ ما يعرفون. هم ما يعرفون الكول ساينات مالت الوزير من يطير، ما حد يعرف هذا وزير طائر، واحتمال طائر بالكول ساين مال مقدم عبد الرحمن. احنا كل طيار عنده النداء الرمزي مالته، يعني نداء خاص انه هذا فلان نسميه كول ساين. فهو على الاكثر طائر بالكول ساين مال مقدم عبد الرحمن سمير عبد الرحمن العفو. فابو فرناس اعتذر من استقبالهم حتى لا يتحمل مسؤوليه، المطار مغلق، واحنا دائما بالتحذير الجوي السيطره الجويه والمطار لا تتحمل اي مسؤوليه، هاي نظام الطيران. فمن قال له مغلق
قال له اوكي انا راح استمر. عبر فرناس باتجاه الجنوب ووصل مسافة معينة، فشاف انه الغبار كلش شديد من الصعب يستمر، ومن الصعب استمرار. اتصل بفرناس وقال له أنا راح أتصل بقاعدة كركوك التأميم وأحاول أروح إلى كركوك أنزل قاعدة الحرية، فأيضا أنت اتصل بهم حتى أنا راح أتوجه عليهم. بهالأثناء اتصل قاعدة الحرية الجوية اللي هي في كركوك، جاوب المسيطر نفس الكلام مال فرناس، قال لي مطار مغلق، قال له مطار مغلق بالإضافة إلى مدى الرؤية الصفر وما ممكن استقبال أي طائرة. بغض النظر هو ما يعرف هذا من هو، ما يعرفون هذا وزير. فقرر أنه الظاهر هو واطي وأدى رؤية العمودية دائما بالغبار للمعلومات. زين هو لو قال لهم أنا وزير الدفاع يسهلوا له نزول؟ ما يقول ليش حتى لو يقول هنا ما يحتاج يقول أنا وزير دفاع. هنا إذا يريد يروح ينزل على مسؤوليته بدون أن يقول له. يعني صاير عندنا احنا مثلا مطار مغلق وما تقدر يقول لك أنا أنزل على مسؤوليتي، خلاص هذا مسجل في كل مطار وفي كل سيطرة جوية. أكو عندنا مسجل ويسجل جميع المكالمات لها الاتصالات بين الطيارة وبين القاعدة. فقال له أنا راح أنزل في بقعة وبعدين أقلع. فاختار فد مكان ونزل بيها في هاي المنطقة. ذكروا قسم أنه نزل يم بيت الشعر والخيمة وضيفوا. هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. هو ما نزل هناك بتاتا، نزل في طريق ترابي قريب من بين طريق أربيل مخمور وبين أربيل قوير اللي هي ديبقة قوير. نزل أكو فد نقطة مال جيش الشعبي، فعبارة عن فد صندوق مثل كارفان وبيها جنود، مو جنود هم مدنيين يحملون السلاح، جيش شعبي. وهي عرفناها بعد ما رحنا احنا المكان الحادث وراح نذكرها بعدين. فنزل هناك بحدود يمكن ما يقارب النص ساعة، لأن أنا من سألتهم بالتحقيق لهذول اللي موجودين، فقال لي سيدي نزلت الطيارة هناك. قلت له وين؟ قال لي هناك. قلت له تعال ويا شوفني مكانه. رحنا احنا مجموعة من اللجنة مو كليتنا، شفنا الموقع والطائرة بها سكتات، ولقينا الطبعة مال السكتات لا زالت موجودة لأن قبل يوم صار الحادث. وأرض طينية أكيد، رخوة مثل يعني ما جزيرة رخوة وطيارة ثقيلة يعني بالأطنان، فنازلة غارسة مبينة آثارها. عرفت منه؟ قالوا والله ما نعرفه. أحد حكى وياه أحد منهم قال فلان راح سألهم تحتاجون ماي مساعدة شيء؟ قالوا لا شكرا واحنا عندنا كل شيء ويانا بالطيارة وعندنا ماي، رجعوا انتم الى الكرفان وقوموا بالواجب مالكم، احنا فد نص ساعة ونطير. يقول رجعنا احنا بعد هذا كل اللي شفناه، وفعلا بعد حوالي ما يقارب نصف ساعة هم طاروا. هذا ما جرى في النزول الأول وبشكل سليم. يعني لو باقي بمكانه ومتصل بفرناس أو متصل بالحرية ودازي له عجلات ورايحين ومبقين الطائرة تحت حماية حتى الجيش الشعبي كان هو أفضل طبعا. بس ما سووها لهذا العملية. بعد نص ساعة طارت. قبل ما يطير عندهم طبعا احنا عندنا جهاز الVHF اللي
بالجو نتصل بالمطارات، وبالأرض البي اتش اف ما يأمن الاتصال لأنه ضعيف يكون. اكو جهاز ثاني بالطائرة اللي نسميها يو اتش اف، فاستخدم جهاز اليو اتش اف اتصل بالحرية. حاول يتصل بفرناس ما قدر، ما حصله، كان أقرب إلى الحرية، حصل الحرية. وبنفس الوقت اتصل بقاطع الدفاع الجوي الرابع اللي مقره وين؟ مقره في أيضا في كركوك. فأيضا يعني ذاك عنده تحذير جوي، طيران ممنوع، وما يعرف من هو الطائرة أنه مغلق، فطلب من عدة. هاي طبعا الأشرطة سمعناها ومسجلة أثناء. نعم. واضحة كانت؟ لا وكلش واضحة، مشوشة، لأنه يعني رداءة الجو وهو بالأرض، والاتصالات هاي تكون ضعيفة شوية، بس قدرنا نميز الكلام. قال له اتصل بفرناس، دا يحكي ويا من؟ دا يحكي ويا أبو الحرية. أبو الحرية. قال له اتصل بفرناس وقال له أنه إحنا راح نطير من موقعنا الحالي ونجي ننزل في مطار فرناس وعلى مسؤوليتنا. هيك؟ نعم. فقال له اوكي احنا راح نتصل وانتم طيروا بعدين. بس هو طار قبل ما يستلم الرد مال ابو فرناس، ابو الحريه، ابو الحريه، لا ابو فرناس، وابو فرناس. فما شافه الا انه هو صار بالجو. ابو الحريه طبعا اتصل بفرناس ونفس الكلام، قال له انا ما اقدر استقبله حتى لو على مسؤوليته صعبه، لانه بلوك عندي المطار، يعني مغلق تماما، عاصفه ترابيه كلش قويه، كانت كلش قويه. فطار بالضبط بحدود الساعه 5:30 مساء أو قبلها ب5 دقائق مو أكثر، يعني 25 إلى 30. واستدار، كان اتجاهه إلى الجنوب، واستدار في دوران باتجاه الشمال دا يروح إلى قاعدة فرناس. ويا ما استدار شاف أنه الجو مغبر ومغلق تماما، ما ممكن يكمل الطيران وما ممكن يوصل إلى فرناس. فايش قرر؟ اتصل بالحرية، قال له خبر فرناس ما راح أكمل إلى فرناس، راح أرجع أنزل في نفس النقطة اللي كنت بيها، يعني يقصد يم الجيش الشعبي. بس هو بهالأثناء ابتعد عن النقطة مال الجيش الشعبي باتجاه الشمال، استدار بالطائرة لكي يوصل إلى نفس النقطة اللي كان بيها. بس طبعا ماكو دقة بنفس النقطة، لأنه تراب، ما يشوف أساسا، ما يشوف يعني مرتسمات الأرض عنده النقطة ضاعت، انتهت، أصبح في خبر كان مثل ما نقول. بس هو استمر وديور. هو الآن دخل بالمتاهة، هنا بالدوران دخل بالمتاهة، بالغبار وبهيك عاصفة ترابية، لا يشوف سماء ولا يشوف قاع. احنا بنظامات الطيران انه بيجي اجواء لازم رأسا تعدل الطيارة وتتسلق، تتخلص من التراب، تبتعد عن الارض. السماء امن من الارض بالنسبة له. هو استمر، من استمر ما تدري، دا ينظر على القاع، دا يعتمد على الآلات، دا يباوع على الجو. فتاهت، وقعوا، يعني حتى السمير يمكن هم وقع في نفس الدوامة، ما دا يعرف ايش دا يصير. طيران من الصعب جدا جدا انه يكمل بهيك اسلوب، وكان هذا خطأ كبير. هي الفرضية اللي ما صارت على الواقع، لو نازلين مرة ثانية بعد ما يطيرون. هو لو نازلين ما يطيرون، ما يطير بعد. اكيد لو نازلين بالسلام كان ما طاروا، كان بقوا، لانه هو قرر انه ارجع الى نفس نقطتي. يعني يبدو وصل مرحلة يعتقد أنه بهالعملية يقدر ينزل، باعتبار هاي المنطقة نزل بها، بس نزل بها قبل أكثر من نص ساعة، حوالي 40 دقيقة صارت.
تقريبا. فبهالأثناء هو وقع في وضعية غير طبيعية للطائرة، احنا نسميها بالمصطلح الطيران unusual position، وضعية غير طبيعية، فما يعرف السماء من القاع من الدوران من وضعية الطائرة نهائيا، إلى أن بدأت تلامس الأرض. أول ملامسة طبعا هي هليكوبتر وبها مروحة، هي ريشتين طبعا بالمناسبة، هي 412 214 العفو ST. فشفنا أول ضربة ورا ما جينا احنا مكان الحادث، شفنا أول ضربة كانت الريشة، وجزء من التب من الريشة كانت مكسورة في موقعها هناك، وبعدين الريشة الثانية، بعدين بدأت أجزاء من الشبابيك والزجاج وقسم من الهيكل الضعيف اللي يتكسر، وبدأت الطائرة تنقلب، قامت تنقلب رولينج نسميها، مو تنط. النط يختلف عن تقمز النط، اي القمز، هنا رول يعني يفتر على روحه، لأنه جاي بسرعة وضربت الريشة وافترت الشكل وظلت تستمر. حسبنا المسافة من ضربة الريشة الأولى من نقطة يعني الأرض، أول ضربة، أول ملامسة اللي ضربت الريشة الأرض إلى استقرارها 100 متر ضبط. وحسبنا عدد الرولينج كانت 3 مرات متقلبة على نفسها إلى أن وصلت واستقرت على جنبها الأيسر. بس تدري خلال 100 متر أول مرة الصدمة الطائرة تتهشم، كل ضربة يفقد جزء من الأجزاء، تتكسر، ريشة، شباك، باب إلى آخره. آخر شيء حتى المقصورة كانت مهشمة تقريبا منتهية، والكراسي برا كانت واقعة بصفهم، يعني خارج الطائرة ساقطة. اوكي، الان سقطت الطائره، خلينا نروح الجزء الثاني نكمل القصه. يعني بعد ان شكلت اللجنه او قبل لا تشكل اللجنه، هاي الحادثه انا احكي تقدم لنا توصيف لاسباب الوفاه، بس بعد الجزء الاول. نعم. مشاهدينا الكرام، وقفه قصيره ونتواصل مع ضيفنا اللواء الطيار سيف الدين هماوندي، وهو يروي قصه سقوط وتحطم طائره وزير الدفاع الاسبق الفريق اول الركن عدنان خير الله. سقطت طائرة وزير الدفاع عدنان خير الله إذن، وانخلع مقعد الطيار مع صاحبه إلى خارج الطائرة. لنكمل القصة مع رئيس اللجنة التحقيقية اللواء الطيار سيف الدين هماوندي. مرحبا بك. أهلا ومرحبا. إذن الطائرة سقطت، زحفت 100 متر عن نقطة السقوط، والطيار كان خارج الطائرة. الطيار كان خارج الطائرة، وهاي بشهادة كان بالقرب من سقوط الطائرة اكو بيت شعر لبدوي من البعاج، بدو رعاة غنم. انا تكلمت معهم، مع البدوي بالذات شخصيا. سألته قلت له انت وين كنت من صار الحادث؟ فاروي لك ما جاوبني به. قال احنا كنا في بيت الشعر وسمعنا صوت طبة، بالضبط يعني مثل ما ذكرها، سمعت صوت طبة، وراها ماكو شيء، هدوء. يقول وبعد فترة زمنية قصيرة سمعنا ونين، واحد مال ديون اللي مجروح مصاب. يقول بحيث احنا ما نقدر نطلع خارج بيت الشعر لانه كل شيء مشوف. يقول طلعت على الصوت وليس على انه طائره، وبيده تورش اعتقد لايت او هيك، والله يعني ما متاكد بيده تورش لو لا، ما اقدر
يعني اقول بالضبط، بس هو او استعمل لايتات البيك اب مالته. لا هو مركز على اذنه هنا. يقول على الونين اتبعنا منين دا يصدر الصوت، يقول تقرب له يعني يقول بضعة خطوات. وفعلا احنا مكان الحادث واستقرار الطائرة عن بيت الشعر ما يتجاوز حوالي 7-8 أمتار، مو أكثر، يعني 10 هواية إذا أقول لك، كلش قريب. يعني الله سترهم أنه ما وقع عليهم. ف يعني الله منطيهم عمر، واستقرت قبل وصول إلى بيت الشعر. فعلى الصوت وينسمع صوت 5-6 أمتار اللي ونين ينسمع. يقول جينا على الصوت لقينا حطام. شنو هاي؟ يقول ما عرفنا شنو هي. كراسي 2 برا، طيارة هاي. عرفنا أنه طيارة ساقطة. من هم؟ ما نعرف. فأني منو اللي كان يون؟ كان دا يون الوزير؟ لا، الجندي اللي كان معاه عزيز ججو. الونين ماله كان. الوزير كان بعده بحياة، ما متوفي الله يرحمه، لا زال على قيد الحياة. لأنه هو بالنفس الأخير يجوز. اي قلت له هذا الكرسي شنو اللي شلتوه؟ منو شلتوه؟ فوصف لي، قال لي كان لابس ملابس مدنية يعني بيج، ولابس يلق. وإذا تتذكر تعرف يعني جنابك الوزير كان من يطلع للصيد يطلع لهاي كان دائما يلبس هذا اليلق أم ال4 جيوب اللي الإعلاميين عادة يلبسوها من يفتر. فهو فعلا كان لابسها هاي. وقال كان برجله بوت عسكري طويل. وحتى ذكر لي يعني ولو مؤلم الوصف، قال لي هاي رجله كانت مكسورة بحيث ماكو سيطرة على يعني دوران القدم بالذات، يعني كسر بالساق كان، مو بالفخذ بالساق. قال بس بيروح هو واحد وياه اللي طلعناهم بيهم روح. فشلناهم خليناهم بالبيك اب في سبيل نوصلهم الى المستشفى في هاي الاجواء، لانه مركز طبي كان هم قريب. بيك اب عندهم هم مالهم وابنه نقلهم الى المستشفى. بس من وصلوا الى المستشفى عزيز ججو كان فاقد الوعي تماما، على قيد الحياة، ولكن غيبوبة طعم وبغيبوبة، ولا يعرف شيء ولا تقدر تسأله شيء. الوزير قبل وصوله إلى المستشفى حسب يعني تقرير الأطباء قالوا لي أنه من وصل المستشفى كان متوفي. شلون تلقيت الخبر أنت؟ شلون تلقيت الخبر؟ هو طبعا يوم الحادث مثل ما تعرف كان يوم عرفات، صح، وثاني يوم عيد الأضحى المبارك يوم 5/5/89. احنا كنا يعني في إجازة العيد، فأنا كنت في البيت، أنا بيتي كان بالعظمية، وإجاني تليفون من قيادة طيران الجيش، فقالوا لي السيد القائد يريدك فورا. منو كان القائد؟ كان القائد الله يذكره بالخير ينطي طولة العمر، فريق حسين الزبد. كان فريق طيار ركض حسين الزبد. أنا عادة لأنه مسؤول سلامة الطيران عندي دائما جنطة محضرها يدوية وبها احتياجاتي بالحوادث في أي مكان كان في العراق، لأن عندنا تعليمات إجراء التحقيق فورا، ماكو والله باكر أو بعد باكر أروح أشوفه. بس بسبب أجواء الرديئة وجو مو زين وليل، فأنا المهم جيت إلى القيادة حسب طلبه، وجبت حتى جنطتي وياها، ووصلنا إلى قيادة طيران الجيش. فدخلت على السيد القائد
استغربت من باوعت عليه قاعد خلف الميز ماله والدموع ده تنزل وده يبكي وما يقدر يتكلم، يعني كانت كلش متأثر. فأنا انصدمت بصراحة، فقلت أكيد لو أحد الطيارين يعني مقربين إلى مستشهد، كنا نتوقع يعني دائما حوادث الطيران لو شخصية مهمة مستشهدة، بس أشر لي يعني استريح قعدت بس أنا وياه نصا قال لي عمنا مات. أنا أعرف يقصد وزير الدفاع، لأن كان دائما أثناء جلوس هاي تسمية متداولة بيناتنا يعني. فقال عمنا مات، استشهد، مات واستشهد. أنا صدمت، يعني كارثة، وزير دفاع، حادث طيران، مو سهلة. فجلست بضع دقائق وتكلمنا بالموضوع. قال لي شو نسوي؟ قلت له سيدي أنا حاضر، وأنا بس عندي طلب عندك توفر لي الأمور اللي راح أذكر لك إياها، لأنه هذا شخصية كبيرة. يعني بذيك اللحظة بلحظتها بدأ التحقيق بيوم 5 هذا الكلام من عندي، قبل لا يجيكم توجيه من أي جهة؟ لا 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 أي توجيه أنا ما أعرف، يجوز توجيه إلى جاي اللي لا. أنا قال لي عمنا مات شو نسوي؟ أنا راح أقول له إيش راح نسوي. قلت له أنا راح أبعث على، كان عندي ضابط مهندس كلش وياي باللجنة وذكي وعقيد منذر كان، فاستدعيته هذا أنا رأسا وقلت له أريد ضباط 2 من قيادة القوة الجوية اختصاصهم سلامة الطيران لغرض الاستشارة، ويساعدون وإنما استشارة، وما عندهم خبرة في سلامة الطيران بالنسبة للطائرات المقاتلة وطائرات الجناح الثابت. احنا اختصاصنا أجنحة دوارة اللي هي السمتيات. فقال هو يسجل، قلت له 2 أريد، مو 1 2، وأريد واحد يجينا من الرئاسة ممثل، وأريد واحد يجينا من المخابرات، وأريد واحد يجينا، كلهم ممثلين هم يبعثوهم، من الاستخبارات، وواحد من الهندسة العسكرية، وأريد أبو القنابل الغير المنفلقة، هذا مهم بالنسبة لي أريده. تأكدون حتى أكو أتأكد تفجير أنه طيارة مفجورة أو طيارة ساقطة بدون تفجير، هاي نقطة مهمة. وأريد أطلب أيضا آمر السرب. فرضية إلى الآن فرضية أنه تكون مدبرة ما موجودة لحد الآن، ما عندكم ولا القضاء والقدر عندكم، 2 مو عندكم إطلاقا، مدبر إطلاقا. وأني أختم بالعشاء، لا مو بس يعني أنا مسؤول عن ما كتبت، مو بالنتيجة، لا بذيك اللحظة. بذيك اللحظة إيه؟ ما أقدر يعني إذا ما أحضر وأشوف التحقيق بنفسي ما أقدر أبت بيها. لحظة ليش أنا طلبت القنابل الغير منفلقة؟ لازم يعني أنت ماخذ كل الفرضيات كلها. احنا دائما بيجي حالات، وخاصة يعني الشخص الثاني بعد صدام حسين، يعني وزير الدفاع وعدنان، يعني وعدنان خير الله، ومحبوب من قبل القوات المسلحة، كان كلش هواية. فلازم نكون أمينين في نقل الواقع اللي الحادثة. وطلبت آمر السرب ومهندس السرب لغرض الاستشارة، لأنه أنا ما مارس الطيران على هذه الطائرة، يعني أنا مو كواليفايت عليها. طائرة على كثير من الطائرات السمتية، بس هاي الطائرة. هي شنو نوع الطائرة قبل لا ننزل؟ البيل 214 ST أمريكية الصناعة، متطورة بوقتها؟ جدا متطورة، متقدمة ومتطورة، بس تخلو من بعض الأجهزة وبعدين نذكرها هاي بالمقترحات من أجي عليها. وكان عندنا السربيين منه، وهو كان ماخذ 4 طائرات للرف عدة من هالنوع بالذات،
بالإضافة إلى اللي ذكرته زلن 2 1 العفو زلن البي سي 7 والبي سي 9 وزائدا واحدة مواصلات. إذا أنت الآن مكتب قائد القوة الجوية وقائد طيران الجيش فكرت بتشكيل اللجنة. نعم. واختاريت الأعضاء. واختاريت هذول الأعضاء بدون أن يصدر أمر. بدون أن يصدر أمر. أنا إذا أطلب من قائد طيران الجيش، لأنه لازم هو يعمم البرقيات، أنا ما أقدر أعمم برقية، يعني مدير يمه، فالبرقية تصدر باسمه. وطلبت أيضا يساعدوني وكمستشارين إلي مدير الهندسة الجوية في طيران الجيش ومدير التجهيز الجوي في طيران الجيش، اللي هم كانوا بوقتها عميد سعد الراوي مدير التجهيز، وعميد علي جميل مهندس، أحد ضباط كفؤين ومحترمين وأصحاب خبرة في هذا المجال. وقلت له باكر ساعة بالسبعة يكونون موجودين في مطار المثنى، وتطلب لنا من قيادة القوة الجوية طائرة تنقلنا إلى فرناس. وبنفس الوقت دزينا برقية إلى فرناس، عندنا جناح طيران سمتيات، آمر الجناح الله يرحمه مقدم كان ركن أحمد عبو، خبرناه أنه يحضر لنا طائرتين مي 17 في فرناس لنقل اللجنة. فأخذت كل الاحتياطات اللي أحتاجه خلال ذهابنا إلى فرناس. في قصرتوا؟ صرنا ما لا يقل عن 13 واحد على ما أتذكر، يعني تقريبا أن تجمعهم 13 إلى 15 يعني. تدري كان مصورين ويانا. جاكم من الرئاسة حد؟ إجاني من الرئاسة أتذكره كل الزين عقيد ركن كمال مصطفى اللي صار قائد حرس جمهوري. صار قائد حرس، كان برتبة عقيد ركن ورجل محترم، ومن شفته في مطار المثنى وإجا عرف نفسه علي وقال لي أني فلان وجنابك رئيس اللجنة مع سلامة الطيران، أي شيء تحتاج أني حاضر أوفر لك إياه. وياي مصور، مرافقين 2 كانوا وياه، جملتهم مصور فيديوي، وقال إحنا راح هناك نصور كاملا بناء على توصية من الرئيس. قلت له أنا أشكرك وأهلا بيك، وأنا تقريبا ما أخذ احتياطاتي، وإذا احتاجت شيء في مكان الحادث أنا راح أخبرك. قال أنا راح أكون وياك. قلت له أوكي ماكو كل مشكلة. وطرنا طيارة نقل خاصة من طائرات النقل مال قيادة القوة الجوية، ونزلنا في مطار فرناس. كان آمر القاعدة في ذات، أنا هم خبرت الآمر القاعدة راح نجي ثاني يوم. منو كان آمر القاعدة؟ كان آمر القاعدة ضابط طيار الله يرحمه ابن دورتي أيضا، فيصل حبو، عميد طيار ركن فيصل حبو، هو كان آمر القاعدة. ومن خبرته قال لي هلا بيكم واحنا محاضرين، حتى قال لي محاضرين الطائرتين السمتية. قلت له أريد من عندك فد شغلة تخبر مقدم أحمد عبو يطير طيارتين إذا يشوف الجو زين ويقدرون يطيرون طيارة يروح إلى موقع الحادث حتى يعرف موقع الحادث بالضبط، لأنه ما كانوا يعني طايرين عليها الدنيا ليل، ما ممكن تسوي عليها سيرشنج. ففعلا ثاني يوم كان طايرين وعرفوا الموقع وأمنوا حماية عسكرية داير مداير الطائرة ما حد يتقدم عليها ولا أحد بشر. نزلنا في فرناس والطيارتين كانت جاهزة، فورا صعدنا بالطيارتين بدون حتى ضيافة ما ردنا، قلنا نروح للحادث مكان الحادث. توزعنا على الطيارتين، كان عقيد ركن كمال وياي دائما هو والمصور، يعني ملازمني طول الحادث. نزلنا في موقع الحادث، وهاي رويت لك اياها. التقينا بالشيخ، شفناه من الجو طبعا اول شيء، فرة كاملة
أنا طلبت من الطيار خلي يشوفنا فد السيركت نسميه سوانا، بعدين نزلنا بالقرب منها، ترجلنا وبدينا بعملية التحقيق. عندنا نظام خاص انه احنا ماخذين جنطة بها معداتنا الخاصة اللي نستخدمها في يعني حتى الفيتة قسناها من نقطة الضربة الأولى مالت الريشة إلى التوقف، إلى مكان التوقف 100 متر. 100 متر. الضابط اللي وياي كان بالسلامة عقيد منذر، قلت له عقيد منذر سوي لي مخطط كامل بالأجزاء وسقوطها. طبعا الأجزاء منتشرة بخط طولي، بخط طولي مهم، هذا بخط طولي مستمر، قطعة متناثرة ولكن ليس بشكل دائري. هذا تعني هاي؟ هذا تعني إذا انفجار تتشظى. أما إذا تتدحرج على الأرض في موقعها فهذا دليل على أنه ما مفجورة. وفعلا الطائرة ما مفجورة، لأنه طائرة أجزائها سليمة من ناحية القطع. المحارك نقطة مهمة، جينا إلى المحارك نتأكد هل كانت في حالة اشتغال، محركين بها، هل كانت في حالة اشتغال أو كانت مطفية. احنا احتمال انطفت بالجو وسقطوا، يعني ناخذ هذا الاحتمال، بس لازم نتأكد أنه الطائرة. من جينا ويايا خاصة المهندسين اللي هو علي جميل وسعد الراوي، ولاحظنا المقصورة حتى الكولكتيفات اللي نسميها مال التحكم بالمحرك كلها يعني في حالة اشتغال وليست في حالة توقف مطفية. المحارك كانت في حالة اشتغال أثناء السقوط. ورحت سؤال يسأل شلون عرفت أنه حالة ورا السقوط وقفت؟ ورا السقوط إلى أن سقطت وادحرجت هي في حالة اشتغال. شلون عرفت؟ شلون نعرف؟ المحرك بي يعني الطيارين يعرفوها والمهندسين يعرفوها. هذه الطائرات محركات الطائرات بها مراحل، مرحلة الكمبريسر، بعدين تجي مراحل التوربين، وهذين عبارة عن ريش مثل المروحة واحدة ورا الأخرى. فمن تلقي شافطة تراب وحصو ورمل، يعني كانت في حالة اشتغال تشفط، يعني هاي قوية تشفط، يعني إذا توقف بني آدم يوقف يمه يسحبه، كلش قوي هو. فشافطة أثناء الضربة شكو حصو وتراب وكلها متكسرة بالداخل بسبب الحصو والرمل والهاي، فمليانة. ومع ذلك لغرض التأكد 100% طلبت من مدير الهندسة نقل المحركين إلى معمل التاجي. عندنا في التاجي معمل مال تصليح المحركات، ويفحصوا لي إياها وينطوني تقرير بيها. شنو التقرير؟ التقرير انطاني كان انه المحرك في حالة اشتغال اثناء ما بيمشي، ما مفجورة نهائيا. هنا على التفجير نجي الى ابو القنابل المنفلقة اللي كانوا ويانا باللجنة. طلبت من عدة، قلت له من بداية الطائرة اي قطعة انت عندك اجهزة فاحصة تفحص لي قطعة قطعة الى ان توصل للطيارة، أي جزء تلقي به آثار بارود أو تفجير تنطيني خبر. وهاي يبين جهاز الكشف، يبين واضح، هذول اختصاصهم وأنا أعتمد عليهم. وفحصها كليته، وبالتقرير النهائي قال لي سيدي أي تفجير ماكو، وأي وسائل يعني حتى المساعدة للتفجير ما عندي، ما بيها يعني. فهي نستبعد عملية التفجير نهائيا، ونرجع إلى عملية السقوط بسبب رداءة الأحوال الجوية وخطأ الطيران. كتبتوا التقرير؟ ورا ما رجعنا إلى قاعدة فراس الجوي كملنا، تكلمت مع الشيخ وتكلمنا مع أبو الجيش الشعبي، أخذنا أقاويلهم كليته
وتقريبا يعني إلى ساعة. واخذتوا الشريط المسجل؟ اتصلنا بكركوك، دزولنا الشريط المسجل، وأبو فرناس عنده شريط مسجل، وأبو شو اسمه همينة قاطع الدفاع الجوي الرابع عنده شريط مسجل، كلها دزولنا إياها إلى فرناس. فانتظرنا، بعد ما كملنا التحقيق رجعنا إلى قاعدة فرناس حتى نرجع إلى بغداد، وضيفنا طبعا آمر القاعدة وكملنا. وإجاني عقيد ركن كمال قال لي سيد العميد عندي طلب أنا. قلت له تفضل. قال لي كملت كل شيء؟ قلت له كل شيء. قال أنا صورته كله، وفعلا كان أنا وياي ما يجري من كلامه ويصور كلته، مصورة وموثقة اللي هسه ذكرته. قال لي سيد الرئيس طلب من عندي أنه أجيب تقرير بالحادث. قلت له عقيد كمال، تقرير الحادث احنا إذا ما كل شيء نلملمه ونكمله تفصيليا طول عندنا، لأن هذا حادث طيران ومو قليل. قال لا. قلت له أنا أقدر أساعدك بشغلة. قلت له أقدر أساعدك، أسميه تقرير ابتدائي أولي، ما أتدخل بالتفاصيل الكثيرة، هاي لاحقا أبعث لكم. يعني راح أقول له الطائرة سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية. هو قال لي أنا بالضبط هذا اللي أريده، أنه طائرة سقطت، ماكو فعل فاعل، ماكو فعل فاعل ولا مدبر ولا تفجير ولا إلى آخره. كان صدام حريص يعرف هاي؟ صدام في بغداد وصل. إيه كان حريص يعرف هاي الحقيقة؟ عرفها، كان يعرفها، يريد يعرفها بالذات يريد يعرفها، ولهذا هو طلب منا تقرير ابتدائي ضروري. كتبتوا له؟ أنا كتبت له التقرير كامل بناء على ما رأيت وشاهدت. احنا اللجنة أخذنا كل واحد تقريره. اكو عندك شيء ملاحظة؟ لا. عندك ملاحظة شيء؟ لا. يعني أخذنا كلامهم اللجنة كليتها، وقعدنا أني ومساعد مالي اللي هو عقيد منذر ومدير التجهيز ومدير الهندسة، قعدنا لأنه إحنا ذوي الاختصاص، وكتبنا في المسودة وراجعناها، بدينا طبعناها في لحظتها في قاعدة فرناس. ورا ما طبعناها وأسماءهم موجودة أيضا في هذا التقرير كلهم الحاضرين، فأنا رئيس لجنة والبقية الأعضاء وياي الكل وقعوا عليه، ماكو واحد امتنع عن التوقيع. وصلت لبنهاية الحلقة وكل كانوا راضين عن وصلت لكتب عليها شيء؟ مو هذا. من رجعنا إلى كتبت تقرير تفصيلي لأن من واجبي ورا ما أرجع وأتأكد من المحارك وأخذ كتبت له تقرير تفصيلي. كم صفحة تقريبا؟ والله بيها يمكن مو أكثر من 3 صفحات إلى 4 صفحات، لأن احنا نكتب الحالة الجوية والطيارين والمرافقين هسه أولا تأسست عندك قناعة بالتقرير الأولي أن الحادث قضاء وقدر. قضاء وقدر. راحت للتفصيل بيها مقترحات، لأن هاي المقترحات احنا في كل حادث مقترحات وقائية. اي على مود حتى مرة ثانية لا تتكرر. وقائية للطيارين، وهاي تعمم على كل الطيارين. جاكم جواب؟ اجاني جواب بقلم الأحمر بإيده، كاتب أتذكره: بارك الله في جهودكم، وينفذ جميع ما جاء في المقترحات فورا. المقترحات كانت أنه الطائرة كانت تحتاج إلى بعض الأجهزة الملاحية ما كانت بها. مقترحات فنية يعني؟ فنية تخص الطائرة، وأنا ذكرتها ماكو داعي نحكي بيها، حوالي 5 نقاط وكلها كاتب عليها، يعني مأشر عليها بالأحمر، ما معنى أوكي هاي بني أشر بالأحمر يعني، واللي قدامه هو كاتب وينفذ فورا. وفعلا التجهيز الجوي بدأ يباشر يفاتح إذن قولك هو الفصل، لواء سيف الدين هماوندي، قولك هو الفصل في قضية سقوط طائرة عدنان خير الله، انتهى اللغط.
انتهى القيل والقال، ماكو انتهت كل الفرضيات، طائرة سقطت بقضاء وقدر بالضبط وبسبب والله. العاصفة، وليس هناك فعل فاعل ولا نظرية المؤامرة. بالضبط. شكرا لك على هذه الشارب. عندنا حلقة ثانية، عندك محطات أخرى بالقوة الجوية والدفاع الجوي، حاضر إن شاء الله نكمل بها. حاضر. مشاهدينا الكرام، انتهت الحلقة الأولى من شهادة اللواء الطيار سيف الدين هماوندي والمخصصة لسقوط طائرة وزير الدفاع الأسبق الفريق أول الركن عدنان خير الله. انتظرونا في حلقة أخرى فيها محطات مختلفة ومتنوعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان البيانات